مع دخول المدارس كل أم بتدور على أفكار جديدة وسهلة لللانش بوكس. النهاردة هنعمل مع بعض القرص الطرية حلو وحادق هتوفر معاكي الوقت والمجهود. هنستخدم كيلو واحد من الدقيق. معايا كيلو دقيق واحد، هحط عليه رشة كده من الملح. مقاديرنا سهلة وبسيطة. ومعايا نص كوباية من سكر البودر، ومعايا معلقة كبيرة خميرة ومعلقة كبيرة سكر. دول هننشطهم على جنب بشوية مية دافية، وده طبعا عشان نتأكد ان الخميرة بتاعتنا مظبوطة. هنقلبهم لحد ما تتفاعل كده وتشتغل مع نفسها، وهنغطيهم ونسيبهم على جنب ونكمل بقية المكونات السهلة الرهيبة بتاعتنا. هاحط كمان نُص معلقة من البيكنج باودر، ودي كوباية من اللبن متدوب فيها معلقتين زبادي، ودي معلقة خل، وهاقلّبها واسيبها على جنب، لبن دافي. هابتدي بقى أقلّب بقى الدقيق بالسكر بالبيكنج باودر بتاعي كويس كده برشة الملح، أقلّبهم مع بعض، ومحضّرة كوباية من زيت على سمنة دافية برضه، وهابتدي بقى إن أنا أبِث العجينة كويس جدًا. أنا معايا على جنب اللبن الدافي المتدوب فيه الزبادي ومعلقة الخل، ومعايا الخميرة بتتنشّط على جنب. هابتدي بقى أبِث الدقيق كويس جدًا مع بعض وأفرُكه كويس جدًا عشان يتفاعل مع بعضه، والدقيق كلّه يبقى متشرّب بالسمنة والزيت. عايزين تعملوه زيت بس ماشي، عايزين سمنة بس ماشي، عايزين زيت على سمنة، زيت على زبدة، لحد ما يكوّن معايا يبقى شبه الرمل كده. بُصّوا بقى الخميرة بتاعتي، كده الخميرة بتاعتنا تبقى مِيّة، مِيّة. هانزل بيها بقى كده على الخليط، وهانزل باللبن، بالزبادي، بالخل، ده شبه اللبن الرايب، أو كإني كده إيه قطعت اللبن. هابتدي بقى إن أنا أعجن كويس، وبقية العجن هاستخدم له مَيّة دافية. طبعًا ما لهاش مقدار معيّن، حسب ما العجينة بتحتاج معايا. تمام، كل حاجة باستخدمها بتكون دافية عشان ما تأثّرش على نشاط الخميرة. بالضبط كده زي ما أنتم شايفين، أنا هنا استخدمت حوالي كوباية مَيّة دافية، طبعًا كل دقيقة على حسب. اتعجنت كويس جدًا وبقت تحفة، هاغطّيها ترتاح وتهدى شوية. الحشوات بقى، حشيت ملبن وحشيت جبنة رومي وحشيت قرفة على سُكّر، وأحط لهم نقطة مَيّة كده إن هي تندمج مع بعضها تبقى إيه، عشان ما تُقعش من الولاد وهُم بيقطموا القطمة بتاعة القُرَص. عايزين تحشوا عجوة، عايزين تحشوا جبنة بيضا، عايزين تعملوها سادة، عايزين تحطّوا أي حشوات في الدنيا حطّوها. أنا هنا اديت لكم بس 3 أفكار. هنا أنا المفروض إن أنا أشتغل في العجينة على طول، وهي يعني إيه بعدها بربع ساعة، بس أنا كنت باعمل حاجات فخمرت منّي زيادة، بس مش مشكلة. شايفين الطراوة، شايفين الجمال. بامسك بقى كده حتّة وابتدي أحط فيها الحشوة، والفّها كده أعملها شبه البُقجة، وابتدي أحطها في صينية وأبطّطها. أسهل مما يمكن. القُرَص دي هتعملوا منها مثلًا كمية الكيلو دي هتطلّع يعني طلّعت معايا 4 صاجات. هتعملوا إيه بقى، هتشيلوها في الفريزر، تفصلوا كل حشوة لوحدها في الفريزر، وتيجوا الصبح أمّا تصحوا من النوم تطلّعوها تفُك، أو في الميكروويف تسخّنوها، هتبقى زي كإنها لسه جاهزة. لو حطينا للولاد 3، 4 منهم، 2 حشو حادق و2 حشو حلو. إحنا كده إيه، ساعات الولاد بتزهق من الساندوتشات، بتبقى مش عايزة كل يوم ساندوتشات. إحنا لو حطينا 2 و2 فحلوة أوي، ادينا لهم الحلو والحادق. وكمان العجينة مغذية، فيها لبن وفيها زبادي. هابتدي بقى أبطّطها كده في الصاج زي ما أنتم شايفين، وزي ما قُلت لكم الحشوات زي ما أنتم عايزين. عايزين تحشوا جبنة فيتا، جبنة بيضا، جبنة تركي، عجوة، مربى، نوتيلا، أي حاجة أنتم عايزين تستخدموها استخدموها. هنبتدي بقى نبطّطها كده. الفرن معايا سخن على درجة حرارة 200، وهاغطّيها بس ترتاح شوية. هادخّلها على فرن درجة حرارته 200 على الرف الوسطاني، لحد ما تاخد لون من فوق وتحت. لو خدت لون بس من تحت ولسه ما خدتش لون من فوق، هاشغّل عليها الشواية. بتطلع بمنتهى الطراوة والجمال اللي أنتم شايفينه. بجد، بجد جرّبوا الوصفة هتعجبكم جدًا، وقولوا لي على طول رأيكم.